يا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حيله من السعاده. والنهارده موضوعنا بيمس كل بيت وكل علاقه في حياتنا، والا وهي الحدود. كتير مننا بيخاف يحط حدود او يرسم حدود لحياته او حدود للاشخاص اللي حواليه، خوفا من ان الناس ما تشوفوش زي ما هو عايز. يعني في ناس بتخاف تحط حدود خوفا من الناس تقول عليها ان هي قاسيه، او خوفا من خساره الناس اللي حواليكي او المحيطه بيكي. بس الحقيقه ان الحدود هي اللي بتحمي الحب وبتحافظ على الاحترام اللي بينك وبين الناس اللي محيطه بيكي او الناس اللي حواليكي. ولو انت حاسه انك مستنزفه او ان الكل بيجي عليكي ومش عارفه تحطي حدود ولا تحطي مساحه ليكي مع اللي حواليكي، فالحلقه دي ليكي النهارده، وهنعرف مع بعض سوا ازاي نحط حدود بذكاء وشياكه من غير ما نخسر علاقتنا بحد ولا نتضايق ولا حد يتضايق مننا ولا يتضايق من حدودنا وعلاقتنا بيه. هنحط حدود مع بعض النهارده وهقولك على انواع الحدود، بس بكل بساطه ركزي معايا ويلا بينا. قبل ما نعرف ازاي نحط حدود لازم نفهم ان الحدود مش نوع واحد، هم كذا نوع او انواع كتير من الحدود. واولهم هقولك كام حاجه كده بحيث ان انت تفهميهم. اولهم الحدود الجسديه، ودي مش هنتكلم عنها كتير بس افهمها لك ببساطه. ومعنى الحدود الجسديه معناها ان مساحتك الشخصيه ومين مسموح ليه يلمس جسمك او يقرب منك، ودي واضحه جدا ومش هنتكلم فيها كتير. تاني حاجه وهي الحدود النفسيه والعاطفيه، ودي اهمهم. يعني مش اي حد ليه الحق ان يفرغ طاقته السلبيه فيكي او يتحكم في مشاعرك واحاسيسك، ودي حاجه مهمه جدا. انت لازم تبقي عارفه الناس اللي محيطه بيكي او الناس اللي حواليكي مين ليه الحق ان هو يتكلم معاكي بحرية، ومين ليه الحق ان هو يديكي رأيه او يتكلم معاكي في خصوصياتك، ومين اللي ليه حدود ويقف عند حده في الكلام ويتكلم بأني طريقة وأني طريقة تناسبك في الكلام. تالت نقطة وهي حدود الوقت والطاقة. مش لازم تكوني متاحة للكل في اي وقت ولا في اي مكان. ما ينفعش ان انا ابقى متاحة للي حواليا 24 ساعة. وقتك غالي والوقت ده ملكك انت وبس، انت اللي تستفادي بيه مش تضيعيه مع غيرك. رابع نقطة وهي حدود ممتلكاتك، حاجاتك الخاصة زي مثلا موبايلك، حاجاتك الشخصية ما ينفعش حد يستخدمها وما ينفعش حد يتدخل فيها. أسرارك، حاجاتك الخاصة بيكي، يعني موضوع يخصك انت، يخص حياتك، يخص حاجات شخصية تخصك، ما ينفعش حد يتكلم فيها. ما ينفعش الموضوع يبقى متداول بين الأشخاص وبين الناس وبين العائلات. كل ما هو شخصي هو خط أحمر ليا، محدش يتعدى حدوده فيه، محدش يتكلم فيه. طيب ليه الحدود دي مهمة؟ علشان تقدري تتعايشي. لان ببساطة كده الحدود دي مش سور احنا بنبنيه عشان نبعد الناس عننا ولا نبقى نافرين للي حوالينا، لا ده كتالوج انت بتقدميه للناس اللي حواليكي عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا معاكي صح. واهميتها دي ان هي بتحميكي وبتخليكي عندك احترام للنفس، بتخلي اللي حواليك يحترم ذاتك ويحترمك. طول ما انت محترمه نفسك مع اللي قدامك، بتضطري اللي قدامك يحترمك غصب عنه ومش بمزاجه. لو انت حطيتي مساحه وحطيتي حدود للي قدامك هيقدر قيمتك وهيعرف يحترمك وهيعرف يقدرك. وكمان بتحسن من جودة العلاقة بينك وبين الناس اللي حواليكي، لان مفيش تراكمات بينك وما بينهم، مفيش زعل مكتوم، مفيش حاجة كده هزت ثقتك بنفسك، مفيش كلمات جارحة، مفيش تدخلات في خصوصيات ما تخصهمش. كل ده بيخلي فيه بينك وما بينهم مساحة، فبتخلي جودة العلاقة بينك وما بينهم كويسة. طيب في كام كومنت كده يعني جالي في الكومنتات، وناس سألتني بتقولي هو ليه الناس بتزعل من الحدود ومش بيحترموا، يعني مش بيحترموا حدودنا ومش بيحترموا وقت فراغنا او مثلا مش بيحترموا وقتنا. طيب انا عاوزاكي تسألي كده نفسك سؤال وتجاوبي عليه، وانا برضه هحط لك كام حاجه كده نعرف نتعامل بيها مع الناس اللي حوالينا بحيث ان احنا نقدر نحط حدود ونوفر المساحه اللي بيننا وما بينهم علشان محدش يتعدى حدوده. تمام؟ انا عايزاكي بس تسالي نفسك، هو انت بتحاولي بس محدش بيسمعك، ولا بتخافي تجربي او بتخافي تقولي لهم انا حدودي كذا او ما ينفعش اعمل كذا؟ انا هقولك على كام سبب كده وانتي تشوفي في حاجة منهم من اللي انا قلتها لك دي هي فعلا بتحصل لك. اول حاجة وهي عدم الوضوح في الكلام ليهم. انتي مش قايلة بوضوح قدامهم ايه الحاجات اللي بتضايقك او ايه الحاجات اللي بتضايق عليكي
او ايه الحاجات اللي هم بيخنقوكي فيها، زي مثلا ان حد يتصل بيكي في وقت متأخر، او مثلا حد يتصل بيكي في وقت وعارف ان الوقت ده انت مشغولة فيه، او زوجك موجود او مش فاضية او بتشتغلي. يعني لازم تتكلمي بوضوح وتقول لهم ان الوقت المسموح بالكلام او الاتصال بيا فيه هو من الوقت كذا للوقت كذا، انا مش بعد الوقت ده انا مش ببقى متاحة، او بعد الوقت ده انا مش ببقى فاضية، او بيبقى عندي ظروف كذا. لازم يبقى فيه وضوح في الكلام ليهم. ولا عندك تذبذب، مرة بتسمحي لهم ومرة بترفضي، فالناس بتتلخبط وبيجربوا ان هم يكسروا الحدود دي من تاني ويدخلوا يعني بكل جراءة كده، او بيكسروا حدودك بمعنى اصح، لان انت مش حاطة حدود ثابتة. مرة بتسمحي لهم ان في الوقت ده يتصلوا بيكي، ومرة بترفضي، او مرة بتسمحي لهم ان يطلبوكي تنزلي معاهم في اي وقت ايا كان، ومرة بترفضي. فانت كده عندك تذبذب، فانت مش عارفة توصلي لهم انهي وقت انت متاحة فيه وانهي وقت انت مش متاحة فيه. ممكن يكون بيحصل ده، فده بيخليكي مش عارفة توصلي لهم الحدود والمساحة، وهم كمان مش عارفين امتى الوقت ده انت متاحة ولا مش متاحة. فهم يعني انت بقيتي مذبذبة، وهم في نفس الوقت مش عارفين يوصلوا للوقت بتاعك، انهي وقت انت متاحة فيه وانهي وقت لا. ولا مثلا انت عندك خوف من المواجهة قصادهم، فبالتالي اللي بتتكلمي معاه او الناس اللي قدامك لما بتحس انك خايفة تقولي لا، فبيستغلوا ده وبيتخطوا حدودهم معاكي. انت عندك كذا حاجة، لازم تحطي ايدك على الحاجة اللي بتحصل معاكي وايه سببها، وايه الحاجة اللي انت مش بتبقي موضحاها للي قدامك، فعشان كده هم بيكسروا حدودك وبيتعدوها. لازم تبقي عارفة بالظبط ايه الحاجات اللي انت بتقعي فيها معاهم، عشان كده هم بيتعدوا حدودهم معاكي. انا قلتهم لك وشرحتهم لك، بس خليني اقولك على 10 حاجات سريعة او 10 خطط سريعة لوضع حدود بذكاء معاهم، بس من غير ما تخسري حد فيهم. واول حاجة هي انك هتبدأي بنفسك، واعرفي ايه اللي بيضايقك وايه اللي مش بيضايقك. لو في حاجة بتضايقك فعلا، قولي للي قدامك لو سمحت ما تتعاملش معايا بالاسلوب ده، انا بتضايق من الاسلوب ده، لو سمحت ما تتصلش بيا في الوقت الفلاني، انا بتضايق من ان حد يتصل بيا في وقت كذا وانا مشغوله. دي حدود في العلاقه بتاعتك معاهم. حاولي انك الحاجه اللي بتضايقك فعلا ومش قادره انك تتخطيها، اقفي عليها ووقفيهم. اما الحاجة اللي ممكن تعدي والحاجة اللي هي بسيطة مش قوي، يعني ما تقفيش عليها وتقعدي تدققي فيها مادام هي تعدي وما بتتكررش كتير. تاني حاجة عاوزاكي تستخدمي جملة أنا. قولي أنا بكون محتاجة وقت لنفسي، بدل ما تقولي مثلا أنت بتضايقني أو أنت بتضايقي عليا. حاولي تديهم إحساس بوجودك، أنا مش فاضية، أنا مش هقدر أعمل الحاجة الفلانية دلوقتي، انا محتاجة ارتاح، وهكذا. تالت حاجة، خلي عندك وضوح مباشر، بلاش لف ودوران في الكلام، لان الكلمة مباشرة بتوصل اسرع واشيك. رابع حاجة، نبرة صوتك. لما تحطي حدود حطيها بهدوء وبصوت واطي، مش خناقة هي، لان القوة في الثبات مش في الصوت العالي. وطي صوتك وانت بتتكلمي معاه، فهميه بالراحة وبهدوء. خامس حاجة، التدريج. ابدأي بالحاجات الصغيرة مع الناس المحيطة بيكي والقريبين منك. سادس حاجة، قولي لأ بس بدون اعذار مبالغ فيه، مش لازم تقعدي تبرري وتعتذري ساعة علشان رفضتي طلب مش مناسب ليكي ولا مناسب مع ظروفك. سابع حاجة، احترمي حدود الاخرين، زي ما بتطلبي بمساحة لنفسك لازم تدي اللي قدامك مساحته، وما تتعديش حدودك مع اللي قدامك. 8، الثبات والاستمرارية. لو قلتي لا النهاردة خليكي ثابتة عند رأيك، ما يجيش اللي قدامك يصعب عليكي تروحي تجري تتصلي بيه وتقولي له خلاص ماشي موافقة ان انا انزل معاك او نروح الخروجة الفلانية او نعمل الطلب الفلاني. خلاص قدرتي انك تنطقيها وتقولي لا، اثبتي على موقفك. 9 حاجة، اختاري الوقت المناسب. بلاش تحطي حدود وقت ما انتي تكوني متعصبة او في وسط خناقة او مضغوطة، لان اللي قدامك ممكن يخسرك وما يكونش ليه ذنب في اللي انتي بتعمليه ده بسبب اسلوبك، هيخسرك بسبب عصبيتك، هيخسرك بسبب طريقة القائك ليه. 10 حاجة، كوني مستعدة لردود الفعل، لان في ناس مش هيعجبها التغيير ده، وده طبعا طبيعي. لما هم اتعودوا عليكي وانتي مباحة ومستباحة في اي وقت مش هيعجبهم انك تحطي حدود. المهم حطي في دماغك ان راحتك النفسية وسلامك النفسي اهم حاجة، وافتكري دايما اللي بيحبك بجد هيحترمك وهيحترم حدودك وهيحترم وقتك
وفي النهاية حابة اقولك ان الحدود في التعامل مش بتخلي الناس تبعد عنك، لا الحدود بتخلي الصح بس هو اللي يقرب منك. الناس اللي بتحبك بس هي اللي هتعرف يعني ايه حدود ويعني ايه مساحة. ولو في حد مش قادر يحترمك يبقى وجوده في حياتك محتاج اعادة النظر فيه واعادة التفكير في علاقته بيكي. انا عاوزة اقولك ان الحدود هي اعلى درجات حب الذات وحب النفس. جربي تبدأي من النهاردة انك ترسمي خط صغير يحمي سلامك النفسي ويخلي اللي قدامك يقدر قيمتك ويقدر وقتك ويعرف ان ليكي حدود وفي مساحة في التعامل معاه، وان حياتك مش كتاب مفتوح ليه ولا وقتك مسموح ليه بضياعه. وقتك ملكك انتي، وانتي الوحيدة اللي هتقدري وقتك وما تخليش حد يستغل طيبة قلبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وكمان تشيري الفيديو لصحباتك علشان الفايدة تعم على الكل. ومستنية رأيك في التعليقات وهتقوليلي هل فعلا تقدري تحطي حدود وتقولي لا بدون خوف. اشوفكم في فيديو جديد على خير وحلقة جديدة من حلقات حالة من السعادة. دمتم في امان الله وحفظه. سلام.